فوز اكيد مستحق. اكيد مستحق. يلا خليك. النصر تقدم ثم العربي تقدم بهدفين. والله احنا المباراه ذي عيوننا على المباراه الثانيه، مباراه الهلال. مباراه الهلال هي تهمنا. المباراه ذي خلاص هذه بالبطوله العربيه والحمد لله اخذنا 3 نقاط. خلاص. الحاكم من بدايه المباراه مستهدف النصر من يوم نزل، وفاولات يجي حوالي 7 فاولات بدايه المباراه واضحه يشوف اي واحد ما سوى ولا حاجه، وبلنتيين وطرد باستس يعني ما بكل واضح يعني، حتى لو حكم بدايه ما يسوي الكلام اللي سواه ذا، سيء الى ابعد درجه. طيب المباراة بعد الطرد من النصر وبعد من العربي الكويت، النصر مسيطر من بداية المباراة إلى نهايتها، وبعد الطرد النصر يمكن يعني نقص من واحد، بعد تعادلوا في الكفتين بدا النصر رجع وقدم، ولو في حكم غير ذا الحكم فايزين ب5 اليوم ولا ب6. الله يبارك فيك، والحمد لله الحمد لله ان العالم يبدا يرجع، وهذه خطوات ان شاء الله، وان شاء الله نبشرهم ان شاء الله في كاس العرب كاسين ان شاء الله هالموسم. واقول للحكم صراحه انه ظلمنا اليوم. شفت انا اقول الطرد فعلا طرد باستس صحيح، لانه باستس داخل على الرجل ما دخل تهور، لكن 3 بلنتيات غفلها بصراحه ما ادري ايش اقول، الا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اهم شيء اليوم فوز. الحمد لله فزنا، وان شاء الله باذن الله الفوز الكبير ان شاء الله بكاس ولي العهد سمو سيدي ولي العهد وكاس العرب ان شاء الله. منظمين العرب الحين تبون بطوله عربيه ناجحه، انتم صدق تبون تلتمون وتسوون تجمع عربي وبطوله ناجحه، بطوله بكل المقاييس كويسه، لازم تجيب حكام نخبه. الله يبارك فيك ان شاء الله. مستوى للاسف يعني للاسف اني اول مره اشوف مدرب صراحه يلعب في مباراه مهمه ويغير خط الظهر. عمر خط الظهر ما تغير نهائيا. انت لما تجيب لي محمد حسين لاعب خبره مع لاعب صغير سواء البيشي او عمر هوساوي، يعني هنا سلمك الله تكمن هنا خبره المدرب، لكن للاسف للحق وللامانه هالمرة كيرينيو رجعنا الماتوران الأسمى. أكيد مبروك الحمد لله العالمي اليوم، يعني احنا نقول ما نبارك، نقول لك خرجنا الحمد لله بنتيجة الحمد لله بأسوأ الظروف أنا أعتبرها. النتيجة طبعا لو كان نقيسها كنتيجة ما هي بحلوة، لكن بحكم الظروف اللي كانت في المباراة اليوم أنا أعتبرها جدا ممتازة. أول شيء أنا جبت مشتركين 400 كيلو للعيون العالمي، وانا واثق من العالم انه بيفوز رغم الحكم ورغم الظلم اللي جابه النصر، الا اني انا اعرف العالمي واعرف النصر.